مساء الفل يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. وقفت المرة اللي فاتت عند الجزء النظري بتاع احنا دورنا ايه وشغلانتنا ايه والحتة دي. اتكلمت شوية عن المرتبات والفريلانسر وازاي والمستقبل وخدعة جوجل دي اللي هي الحاجات اللي جايبها لكم من جوه الشغل خالص. في حتة نسيت اتكلم عنها المرة اللي فاتت. انت على فكرة لازم ترجعوا كلكم تبصوا على الفيديو القديم. لازم الجزء اللي انا بتكلم فيه عن دورنا ايه لازم كل واحد فينا يفهم اللي عليه واللي ليه، عشان ما نضيعش في النص كلنا ونبقى زي شغلانات تانية كتير موجودة. طب الحتة اللي انا نسيت اتكلم عنها، اوعى يعني خد بالك، اوعى حد يضحك عليك ويقولك تعالى اعمل لك اكونت وانا هديك فيزا وانا هرفع لك الفيزا عندي وحاجات زي كده. في حاجات غريبة بتديله عمولة وممكن يضحك عليك وياخد الفلوس ما يردش عليك ويقول لك مش عارف هنجيب ادمن مشترك وحاجات زي كده. لا، ما فيش الكلام ده. انت حاول تسعى تعمل كل حاجة بنفسك، ما تخليش حد مشترك ما هو ممكن يضحك عليك اصلا، ما تعرفوش هو مين ولا هو دنيته ايه. في ناس بتيجي في النص دلوقتي في الازمات بتبدأ تضحك على الناس وتستغل الوقت الحوجة بتاعتهم، وانت اصلا ممكن تكون $25 دول مجمعهم بالعافية. انا معرفش هم عاملين كام النهارده، بس هم الدولار بقى غالي اصلا. لو عرفت تجيب دولار او حتى تقريبا جوجل بيقبل بالمصري ما بياخدش بالدولار. انا مش فاكر الموضوع عامل ازاي، فيعني ايه، ما تخليش حد يضحك عليك. طيب إيه ده؟ الستور هو ستور عادي في سبوتيفاي وفي حاجات كتير قوي، فهو ستور زيه زي اي ستور موجود، يعني ما فيهوش حاجه غريبه. في العاب، في تيك توك، في كل حاجه. هو زيه زي اي ستور، مش وحش. ومش عارف، في ناس بتقول عليه ان هو مش مميز. لا، انت مش هتروح تدفع $25 وتجيب 100، تدفع $100 كمان على كام تيستر وحاجات زي كده. لا، ما تضيعش وقتك. لو لعميل ماشي، بس هي دي الحته اللي بتكلم فيها. طيب هتكتب في السيرش امازون ديفلوبر، هيتبص على ايه اهي. هتخش هنا اهو، هيقولك لما تيجي يقولك دخل اكونت. لو معاك اكونت هو يوزر نيم وباسورد، لا مش معاك اكونت يوزر نيم وباسورد، هتعمل ايميل جديد هيطلب منك يوزر نيم وباسورد وبس، مفيش حاجة تانية. بعدين بيدخلك على المرحلة اللي بعدها، بتدخل بيانات عنك زي ساكن فين وتفاصيل، يعني مش هينفع اشرحها لناس مبرمجين، يعني هضيع وقتك على الفاضي بصراحة. اول ما بتخش هنا في حاجة اسمها ديفلوبر كونسول، بتخش عليها على طول. هتيجي هنا اهو نيو اب، تختار اندرويد او من هنا اهو اندرويد. هي المفروض كانت في الاول او دي ماشيه، يعني الاتنين زي بعض. هنا مثلا انا الابلكيشن بتاعي اسمه مسلم، ده الحته دي حاجه يونيك، بخش اجيبها من هنا اهو. بخش على اندرويد وبعد كده اب، وبعد الاب بختار الايه، البيلد دوت جرادل، وبختار بعدين الايه الحاجه بتاعتي. خد بالك ان انت محتاج تعمل حاجه اسمها ايه، اب باندل او اي بي كي. يفضل اب باندل. بتعملها ازاي؟ بتخش على التيرمينال وتعمل رن بيلد تاسك. استنى بقى نشوف ايه، هو بس بيفك شويه الدنيا معايا، مش عارف ماله. ماشي سيبك، تعالى بس عشان احنا مش واقفين في المين، لازم تقف في حته فيها كود فلاتر يعني اهو. بص تمام، يا تختار اب باندل يا تختار اي بي كي. انا عن نفسي بحب اختار اب باندل. الفرق بين الاتنين ايه؟ شويه سفرات ومش عارف ايه وحاجات زي كده، بس هو يفضل تختار الاب باندل. بس هو بيقبل الاتنين زيه زي جوجل، حتى جوجل دلوقتي بطل يقبل اي بي كي. طيب هتيجي هنا يقول لك ايه هو الكاتيجوري. انا ده ابلكيشن ديني، فالابلكيشن الديني عامه بيبقى ايه، اسلوب حياه، فاللي هي لايف ستايل اهي. خد بالك بقى ان في ميزه كويسه قوي في امازون، ان هو ممكن يلغي، يعني ما يرضاش يديك ان يرفع لك الابلكيشن غير لما تعدل الكاتيجوري، وهو بيقول لك افضل كاتيجوري ليك ايه. يعني انت ممكن تبقى عامله مثلا اكاديمي او education اللي هو تعليمي، وهو يقول لك لا هو مش تعليمي، ده هو ريفرنس، مش حاجه تعليميه، ده هو مرجع. فاهم قصدي؟ فهو بيعدل لك بحيث ان هو يظهر صح لليوزر اللي هو عايزه. ماشي، هو هنا بيقول لي نوعه ايه، فانا اختار اللي هو نوعه ديني.
ده النوع بتاعه، هو نوعه ديني. وبعدين بعمل ايه؟ بعمل سيف. هو بيقول لي ان هو ايه؟ must be unique. هو انا قبل كده سجلت فهو موجود عنده، فانا المفروض ان انا هسجل مثلا اكني بعمله من اول وجديد عشان بس ايه؟ يبقى يونيك عند الناس كلها. فانا خلاص هعمله، مسحت بس كلمة منه وخلاص. انت ممكن تكتبها بايدك، هي اوبشنال على فكرة، مش لازم تخش تجيبها من هناك والكلام ده. انا بوريك بس لو عايز حاجة معينة. هو برضو ممكن ما يرضاش لان انا رافع قبل كده نفس النسخة، فنشوف الدنيا فيها ايه. خليني بس برفع فوق وتعالى نكمل تحت. الحاجات دي زي ما هي، هتقول له بس اللغة اللي انت عايز تضيفها في الابليكيشن بتاعك ايه وخلاص. وبعد ما بتخلص هتعمل نيكست هنا. اول ما يخلص ان شاء الله هرجع لك تاني عشان يكون خلص يعني. دلوقتي هو خلاص قبل. طيب هنا اديله يس وبعدين اديله نيكست. طيب هنا انا بقول له ايه؟ انا عايز كل الاطفال، يعني قصدي مش كل الاطفال، اي فئة عمرية حطها لي عادي. هتيجي هنا يقول لك في شوية اسئلة اعملهم. الاسئلة اللي هيقول لك عليها كلها متعلقة بحاجات كده ايه، مش عارف، القمار، في مخدرات، ايه المشاهد اللي جوه. انا بالنسبه لي ده ابلكيشن ديني، فهو ما فيهوش اي حاجه خالص 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 خالص، غير حاجه واحده بس، ان انا باخد اللوكيشن من اليوزر عشان اجيب له مواعيد الصلاه بس. انا ولا بجمع عنه اي حاجه، ولا بحاول اخليه يتواصل معايا، ولا في كوميونيكيشن، ولا في اي تفاصيل، ولا بجمع معلومات عنه، ولا اي حاجه خالص من ده كله. حتى هو هنا برضو بيقول هل الابليكيشن بيجمع حاجات؟ لا انا ما بجمعش حاجه. بيقول لي لو هو بيجمع حاجات حط لي الايه، لينك الايه، الشروط، الحاجات الخصوصيه يعني والحاجات دي. اديله نيكست. الابليكيشن بفلوس؟ لا الابليكيشن مش بفلوس. وهو بيقول لك لو في حاجات جوه الابليكيشن خش هنا وابدا ماشي فيها، هنا تلاقي نفس الافكار بتاعتنا، ما فيهاش حاجه تانية. فطيب هو هنا بيقول لك ايه؟ الابليكيشن بتاعك عايزه يظهر ازاي؟ يعني عايزه يظهر عربي وانجليزي في الستوري، يعني يظهر عربي وانجليزي ولا عربي بس والحاجات دي. خليه انجليزي بس، مش عايز حاجة تانية. ممكن تضيف حاجات تانية، ديسبلاي تايتل، مش عارف الحاجات دي انا هخلصها وارجع لك تاني. بس في الحتة اللي اقول لك عليها، هو هنا بيقول لك ادت الحاجات دي اللي هي ايه، عشان لو حد بحث عنها يعرف يلاقيك بسرعة زيك زي غيرك. وده برضو نفس الفكرة، زي يعني لو كتب مسلم، ديني، قرآن، كلهم بيصبوا في نفس الحتة فيظهر الابليكيشن بتاعك. خلاص ما فيش حاجة تانية. هنا برضو الفيديو ده مش ضروري، وتحط هنا الايمج. هو محتاج منك صورتين، الاتنين ريكوايرد. كل الحاجات اللي هنا دي ريكوايرد ما عدا اللي مكتوب عليه اوبشنال. صورة الابليكيشن تكون دي اللوجو بتاعه، وتحط صورة تانية لأصغر حجم ممكن اللي هي 114، وتحط شوية صور سكرين شوت هعبيهم وارجع لك برضو. والفيديو اوبشنال، ولو والايمج دي برضو اوبشنال. وانا مش هحط الابليكيشن بتاعي على الفاير تي في، ده حاجة تبع امازون، فهحط الحاجات دي وارجع لك. خلاص انا رجعت لكم تاني، خلصت الحاجات اللي ايه اللي انا كنت برفعها. ممكن تقابلك مشكلة في الصور دي، فلو عايزين نعمل لها فيديو مخصوص ازاي بنرفع الصور دي قولوا لي يعني، قولي لي ان شاء الله ونعمل لها ايه الحتة دي. طيب يعني هنكمل دلوقتي كده نشوف الدنيا فيها ايه. السلسلة دي عامة مكملة معانا، يعني هنشوف الوضع اللي جاي ايه. يعني ايه الوضع اللي جاي ايه؟ لو حصل رفض هقول لكم الرفض ده حصل بسبب ايه، ولو اتقبلت هقول لكم برضو الدنيا تمام. هنكمل بقى في جزئية الاعلانات وجزئية ازاي نعمل ابديت. خد بالك دي حتة مهمة، جزئية الاعلانات وجزئية ازاي نعمل ابديت للشغل بتاعنا بعد ما رفعناه. طيب ادي حتتين مهمين. في حتة كمان مهمة، ان امازون في جزء الاعلانات ده هي برضو بتدعم ادموب عادي، بس عندها حاجة تانية كويسة قوي خاصة بيها هي، وبتدخلها لك بسهولة في الابليكيشن بتاعك والموضوع بيمشي يعني. طيب بس فهي دي التفاصيل. طب تعالى نكمل مع بعض. هنا الحاجات دي اوبشنال، بيقولك لو انت عايز تاريخ معين يظهر فيه، يعني انا مثلا هرفعه النهاردة بس عايزه يبدأ يظهر قدام الناس كلها يوم 1/8، دي حتة
ماشي. خد بالك هنا بقى ان هو ايه، بيقولك على حتة معينة تاخد بالك منها. هنا الحتة دي عادية، بيقولك خد بالك بس ان انا تديني الايه، البرميشن ان انا الابليكيشن ده كأنه بتاعي. لو جيت هنا مثلا في حتة بيقول لي لسه ما ادانيش الايه، اهو اداني جزء الايه submit app. يلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. شوف هيقول لي ايه. خلاص كده انا هستنى بقى منهم، اشوف هم هيقولوا لي الابليكيشن تمام، الابليكيشن فيه مشكله الحته دي. وزي ما قلت لك ان هو ممكن كمان ساعتين يقولوا لي الابليكيشن خلص اساسا، عشان تبقوا فاهمين يعني الموضوع سريع، لان هم ما عندهمش ضغط. زي ما قلت لك الاسباب بتاعت ان الموضوع اسهل، جوجل الموضوع صعب، حتى مش قادر تكلمهم، مش هتقدر تتكلم معاهم، مش عارف ايه. سيبك من التاريخ اللي مكتوب ان هو ممكن يخلص على 1 اغسطس، ده بالكتير قوي. فممكن يعني ايه يخلص النهاردة على الساعة 10، قصدي دلوقتي الساعة 10 اصلا، ممكن يخلص على الساعة مثلا 1 2 بالليل. يعني بقول لك ساعتين 3 تلاقي الموضوع خلص، لان هم اصلا فاضيين. بمعنى صح هم فعلا فاضيين ليك، عددنا قليل هنقدر نشتغل يعني، على عكس جوجل. وحتى القيود اللي فرضها جوجل دلوقتي صعبة. زي ما قلت لك اهم فيديو الفيديو الاولاني. الحتة التانية المهمة، لسه هنشوف السلسلة دي مكملة على ايه، هنترفض ولا هنكمل هنتقبل. لو اتقبلنا هيبقى في شغل على الاعلانات بقى، وشغل ازاي نعمل ابديت. لا اترفضنا، هقول لك اترفضنا ليه. قبل كده في ناس اترفضت بسبب الكاتيجوري، اترفضت بسبب حقوق الملكية، اترفضت لاسباب كتيرة قوي. يعني هنشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. اهم حاجة ما تفوتش الجزء الاول، لان هو اهم من الحاجات دي، لان الحاجات دي كلها عادية بتمشي. ولو عايزين فيديو في جزئيه الصور ان هي بتقابلكم فيها مشكله، قولوا لي واقول لكم ازاي بنجيب الصور وازاي بنغير اللوجو بتاع الابليكيشن. في تفاصيل كتير قوي ممكن نتكلم فيها. اي حد عنده اي سؤال يبعت لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليه. مفيش حاجه تانية، استنوني ان شاء الله لو في حاجه تانية اقول لكم. وهنزل بوست بالكلام ده برضو، فاعمل لي فولو واعمل برضو الدنيا دي كلها، شوف انت ممكن تعمل ايه يعني. والسلام عليكم.